شفتوا النتيجه اللي خرجت بها المباراه ديال فرنسا وكوت ديفوار، الفوز ديال كوت ديفوار، والنتيجه اللي خرجت بها اسبانيا والعراق التعادل، والنتيجه اللي خرجت بها الجزائر وهولندا، يعني ملي فازت الجزائر. هذه ماشي هي الحقيقه ديال هاد المنتخبات الثلاثه به. هاد المنتخبات كيبينوا لك الوجه الحقيقي حتى المباريات الرسميه، اما في المباريات الوديه غير مرشقين معاك، غير كيجربوا اللعابه خايفين على الاصابه، ولكن ملي تحط معاه في امر الواقع ما تستناش تربحهم، خصوصا فرنسا واسبانيا. هاد جوج المنتخبات هذوما صعيب باش تربحهم، لان المستوى ديالهم عالي وبزاف، خصوصا في هاد السنوات الاخيره، خصوصا اسبانيا. راه ما تستناش العراق في المباراه الرسميه تعادل لك مع اسبانيا، وما تستناش الجزائر بان تربح هولندا في المباراه الرسميه. راه المباراه ديال الجزائر وهولندا لو كانت تفرجتوها غادي تشوفوا هولندا شحال من بيت ضيعت، الحارس ديال الجزائر شحال من بيت جبد محقق، وهذا الشيء هولندا ما لعبش بالاوراق الكامله ديالها. اما في المباراه ديال فرنسا والكوت ديفوار راه فرنسا ما لعبتش بالاوراق الكامله، وفرنسا منتخب اللي قوي وبزاف، راه تربح الكوت ديفوار بكل سهوله. لذلك هذه المنتخبات الاوروبيه اللي خسروا حتى اللي تعادلوا في هذه المباريات الوديه راه غادي تعرفوا الوجه الحقيقي ديالهم في المباريات الرسميه. ديك الساعه غادي تفرجوا مباراه السنغال وفرنسا اللي غادي تربح. واخا منتخب السنغال اللي هو اقوى منتخب في القاره راه فرنسا غادي تربح، هولندا غادي تربح، اسبانيا ما تستناش تخسر لك مع منتخب اللي مثل العراق ولا مثل شي منتخب اللي عادي. اسبانيا في المباريات الرسميه راه كتاكل الدرابه، وفرنسا كذلك وهولندا كذلك. لذلك المنتخبات الاوروبيه في هذه المباريات الوديه ما كيلعبوش الاوراق ديالهم، مدربين دونهم اذكياء ما كيلعبوش بالاوراق الكامله ديالهم في المباريات الوديه باش ما كيكشفوش الخطط ديالهم من المنتخبات المنافسه اللي كاينه معاهم في المجموعه. لذلك ما تغركمش هاد النتائج اللي كانوا في المباريات الوديه، راه في المباريات الرسميه غادي تشوفوا نتائج اخرى. رسميا الدولي المغربي سفيان الكرواني ينتقل الى نادي القادسيه السعودي بالتوفيق سفيان ان شاء الله يا ربي مع النادي السعودي الجديد، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله يا ربي في هذا النادي، ونتمنى له في احسن مستوى. السيد كان يستحق يتواجد مع المنتخب المغربي في بطوله كاس العالم، ولكن ملي ما تناداش عليه انه يكون مع المنتخب المغربي السيد فقد الامال، كيشوف بان الحلم ديال المونديال ضاع منه. اللهم يمشي يضمن المستقبل ديالو في الدوري السعودي، يجمع شويه الفلوس ان شاء الله يا ربي، ونتمنى له مسيره موفقه. هادشي اللي دارت الميريكان هذا هو اللي خاصو يدار في اي مسابقه نظمها شي دوله، ما غادي تزيد منك ما غادي تنقص منك. جيتي تلعب الكره مرحبا بك على الراس والعين، ها الكار مشي للاوتيل ديالك ارتاح مع راسك، ملي توصل المباراه ديالك مشي لعب المباراه ديالك والله يعاونك. ما غادي نلحسك بتمر، ما غادي نقدم لك حليب، ما غادي ندير لك لا دقه المراكشيه، ما غادي نزوق لك ما والو. الميريكان ما محتاجاش بان دير هادشي هذا باش تبين لك بانها واعره، هي واعره من الديبار، لا من البنيه التحتيه لا من اي حاجه، ما محتاجاش بان تزوق باش تبان واعره. ماشي حنا كتستقبلهم بالتمر، زوق لهم الكير، نعطيهم افضل الاوتيلات افضل الملاعب، في الاخير يجيو يهرسوا لك الملعب ولا يسبوك، ولا ملي يمشيو بحالهم بلادم يبقاو يعايروك ويخرجوا اللعب فيك. هو من الديبار خاص دير كما دارت الميريكان، عاد تزوق لك لا كار لا حتى شي حاجه، انت جيتي تلعب ها وسيله التنقل هاد اللي غادي ديك الاوتيل ديالك راه هو تما، ارتاح مع راسك، عجبك ولا ما عجبكش شغلك هذاك صافي، ما كاين لا زواق لا حتى شي حاجه. ماشي حنا كتبقى تزوق لهم وعطيهم الحليب والتمر وافضل الماكولات افضل وسائل التنقل الاوتيلات، غير هما عطيهم الملاعب وفي الاخير يخرجوا فيك العيب ويضربوك في وسط بلادك ويخسروا لك الملاعب ويعايروك، لان انت تعاملتي معاهم زوين وسبغتيهم، هما ما خصهمش داكشي، خصك تجي مقود. هذه كره، جيتي تلعب الكره مرحبا بك، ها الكار ماشي الكار اللي دا زوقتو لك غادي يزيدك شي حاجه، ما غادي يزيدك حتى شي حاجه. غادي تمشي الاوتيل ديالك غادي ترتاح، ملي توصل المباراه بين شنو عندك في رجلك، هذا هو الواقع، كاين لا تملحس لا حتى شي حاجه. رسميا الدولي الاسباني ماركا سادو لاعب خط وسط فريق برشلونه الاسباني ينتقل الى الدوري الفرنسي وبالضبط فريق موناكو. مسيره موفقه مع الفريق الجديد.